المغرب على صفيح ساخن، الشوارع تضج بالغضب، من أزمة الصحة إلى مطالب العدالة الاجتماعية، وصولاً إلى قضايا التعليم والغلاء. وفي قلب هذه العاصفة تدخل الملك محمد السادس ليعيد النقاش إلى واجهة الأحداث. لكن هل جاء هذا التدخل كحل جذري أم كمحاولة لامتصاص غضب الشعب؟ انطلقت الشرارة من مستشفى الحسن الثاني في أكادير، حيث سجلت وفيات مأساوية لنساء أثناء الولادة وسط اتهامات بغياب الأطباء والتجهيزات الأساسية. الحادثة فجرت غضب الشارع، وخرجت مظاهرات تندد بالإهمال. انتشرت هذه الصور كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وحولت قضية محلية إلى قضية وطنية. المظاهرات لم تتوقف عند أكادير، مدن أخرى التحقت بالاحتجاجات مطالبين بالحق في صحة وتعليم كريمين. لكن الرد الأمني جاء سريعاً. اعتقالات في صفوف المتظاهرين والناشطين أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد يرى فيها تطبيقاً للقانون ومعارض يصفها بمحاولة لإخماد صوت الشارع. في خضم هذا التوتر نذكر خطاب الملك محمد السادس، خطاب صريح أكد فيه أن لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين، مغرب غني ومغرب مهمش، وشدد على ضرورة العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، ووجه انتقادات مبطنة للحكومة بسبب تقصيرها. كلمات الملك أثارت نقاشاً واسعاً، هل هو تحذير للحكومة أم تعاطف مع الشارع؟ بعد الخطاب جاءت القرارات، فقد تم إعفاء مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير وإجراءات إدارية ضد مسؤولين آخرين. القرارات فسرت كرسالة واضحة أن رأس الدولة لن يتسامح مع الفشل في القطاعات الحيوية. لكن البعض اعتبر أن تغيير الأشخاص لا يكفي، وأن المطلوب هو إصلاح المنظومة بأكملها. ردود الفعل انقسمت. جزء من المواطنين اعتبروا أن تدخل الملك أنقذ الموقف وأعطى أملاً بأن هناك إصلاحاً قادماً، بينما آخرون رأوا أن التدخلات ليست إلا محاولة لامتصاص الغضب مؤقتاً، في حين تبقى المشاكل الكبرى مثل الفقر، الفساد والبطالة بلا حل جذري. شباب خرجوا فقط يطالبون بحقهم في الصحة والتعليم، فإذا بهم يجدون أنفسهم داخل عربات الأمن. صور وفيديوهات الاعتقالات انتشرت، صرخات الأمهات والزوجات أمام مراكز الشرطة جعلت كثيرين يتساءلون: هل المطالبة بالكرامة جريمة؟ وراء كل معتقل قصة. طالب كان يحلم بجامعة أفضل، عامل كان يريد مستشفى لائق، وأم خرجت تهتف من أجل حق أبنائها في تعليم كريم. تلك القصص الإنسانية حولت الاحتجاجات من مجرد مطالب اجتماعية إلى قضية حقوقية، قضية تمس كل أسرة مغربية. الجدل الأكبر اليوم هو حول التوازن بين الأمن والحرية. السلطة تؤكد أن التدخل ضروري لحماية النظام العام، بينما منظمات حقوقية داخل المغرب وخارجه ترى أن ما يحدث هو تجاوز للقانون الدولي في مجال حرية التعبير والتظاهر السلمي. بين هذا وذاك يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. في شوارع المغرب لم يحمل المتظاهرون سوى أصواتهم، لم يرفعوا سلاحاً، ولم يطالبوا بأكثر من حق في مستشفى لائق ومدرسة تحفظ كرامة أبنائهم. لكن الرد جاء عنيفاً، رجال الأمن يطاردون، يضربون ويعتقلون. مشهد أصبح مألوفاً، مواطن يطالب بحقه فيجرجر إلى عربة الشرطة وكأنه ارتكب جريمة كبرى.
الحكومه في هذا الشيء؟ فين هو اخر نوش اللي مصباح وكيد فين هو شي الناس كيطلبوا شي حاجه اللي ضروريه في المغرب؟ خاصهم مستشفيات ومدارس. المغاربة يسألون اليوم: كيف يصرف الملايين على مشاريع عالمية مثل كأس العالم لكرة القدم بينما لا يجد المواطن سريرا في مستشفى عمومي؟ كيف ترتب المدن لاستقبال الجماهير الأجنبية بينما القرى تعيش بلا طرق ولا مدارس؟ الصراع لم يعد فقط بين شارع ودولة، بل بين أولويات متناقضة: صورة براقة أمام العالم أم كرامة حقيقية لأبناء الداخل؟ القمع قد يسكت الأصوات للحظة، لكنه لا يقتل الأمل. كل معتقل يخرج أقوى، وكل مظاهرة تقمع تولد بعدها أخرى. الشعب اليوم يدرك أن مطالبه عادلة، وأن القمع ليس سوى محاولة لتأجيل مواجهة الحقيقة. وحقيقة المغرب اليوم واضحة: إما إصلاح جذري يضع المواطن أولاً، أو أزمة ستكبر حتى تعصف بالجميع. المغرب يقف عند مفترق طرق خطير. هل تستمر الدولة في سياسة القمع والاعتقالات وتغامر بشرخ أكبر بين الحاكم والمحكوم، أم تصغي لصوت الشارع الذي لا يطلب المستحيل بل الحق في العيش بكرامة؟ صحة والتعليم، استقلالية القضاء، محاربة الفساد، وعيش الشعب. التاريخ علمنا أن الشعوب لا تسكت بالعنف، وأن الغضب حين يكبر لا توقفه الهراوات ولا السجون. فهل يختار المغرب أن يكتب فصلا جديدا من الإصلاح الحقيقي، أم أنه يصر على تكرار نفس الأخطاء؟ هذه الحكومة تريد مع الأسف زلزلة الدولة الاجتماعية وزلزلة استقرار الوطن، لأن الضغط يولد الانفجار. المغرب ديالنا كاملين وما غنسمحوش للحكومة بهذه التراجعات. يكفينا غلاء المعيشة والأسعار والبطالة، ما خليتوا قيمة لا للشعب ولا الأحزاب، وزدتوها حتى بالنقابات. فعاود لي نناقشوا هذا قانون الإضراب، ديروا الناس فين تخدم، فين تصوت طرف الخبز. راه كاين اللي عايش غير ب 20 و50 درهم من نهار السيد الوزير، اتقوا الله. أصوات الشارع تصرخ: لسنا ضد الوطن، نحن أبناء هذا الوطن، نريد كرامة، صحة، تعليم وعدالة. الرسالة باتت واضحة: القمع لن يخمد الغضب، بل سيزيد من عمق الشرخ بين الدولة والمجتمع. والتاريخ علمنا أن الاستماع لصوت الشعب هو الطريق الوحيد نحو الاستقرار الحقيقي. الاحتجاجات في المغرب مستمرة، والاعتقالات والإعفاءات تزيد المشهد تعقيداً. تدخل الملك محمد السادس ألقى الضوء على عمق الأزمة، لكن الأسئلة تبقى مفتوحة: هل سنشهد تحولاً حقيقياً في السياسات التنموية، أم أن ما يجري مجرد مسكن لأزمة أعمق بكثير؟ الجواب ستكتبه الشوارع في الأيام القادمة.